طبعا كلنا عارفين ان الحواوشي من الاكلات السهلة والسريعة والمنقذة في الاوقات الصعبة، لانه بيكون سهل في تحضيره، وبتكون مكوناته قليلة وموجودة في اي بيت. في فيديو النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الحواوشي وطريقة تفريزه الصحيحة، وازاي تحافظي على العيش ما يبوش من التلج وتطلعيه كأنك لسه عاملاه. بس قبل ما اقولك على الطريقة، لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا سمر الدسوقي، وقناتي اسمها نوتيلا وموتزاريلا. يلا نشوف الطريقة. معايا هنا كيلو لحمة وفرمة عليه حتة دهن، ومعايا هنا 750 جرام او كيلو الا ربع بصل، واربع فصوص توم، وتلات وحدات فلفل اخضر، وواحد سبايسي. ومعايا هنا البهارات، معايا هنا معلقة ونص كبيرة من بهارات الحواوشي، نص معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة سبع بهارات، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة ملح. لو انت ما عندكش البابريكا المدخنة ممكن تستخدمي البابريكا العادية. تمام كده. طبعا فرمت البصل والثوم والفلفل الاخضر والبارد، وهبدأ بقى اقلب البهارات كده كلها على بعضها، وهضيفها للحمة معايا. تمام كده. وهبدأ بقى اقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تختلط كلها مع بعضها. طبعا حطيت رشة الزيت دي لان كانت عينيا انتهت طبعا من البصل، ما كنتش قادرة. قلبت بقى كل المكونات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عملت الحواوشي الاسكندراني قبل كده، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. جبت هنا بقى نوعين من العيش، عيش اسمر، وعيش من اللي هو الابيض اللي نص سوا ده اللي هو بتاع الحواوشي. طبعا العيش الاسمر ده للناس اللي عامله دايت. هبدأ بقى افتحه كده بالمقص. انا كملت فتحه كده بايدي لان لقيته سهل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ بقى ايه، اخد من الخلطة اللي احنا عاملينها دي، اعمل كورة كده وافردها في الرغيف. طبعا حابة تحطي اكتر، حابة تحطي اقل، ده حاجة ترجع لك انتي. عموما يعني هو الوسط حلو في كل حاجة، لا تكتري ولا تقللي. تمام كده. فردته كده بالشكل ده وحطيته في صينية مدهونة بالزيت دهنة خفيفة. طبعا احنا مش هنكتر زيت في الوصفة دي لان هي محطوط فيها نسبة دهون. هعمل بقى الرغيف الكبير ده او الرغيف الاسمر، هفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افرد اللحمة فيه كويس جدا وامليه كله. تمام كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هرصهم بقى في الصينية، وده كان فاض معايا واللحمة دي كمان رصتهم بقى بالشكل ده. وهدهن وشهم كده خليط من السمنة على الزيت. يعني كل رغيف رشة خفيفة كده او دهنة خفيفة بالفرشة. طبعا عشان الوش بتاعه يحمر. هنحطه بقى على الأرضية بتاعة الفرن لحد ما يستوي معانا على نار عالية، درجة حرارة 200. لو انت حباه مقرمش قوي بتحطيه على الشبكة على اول رف من تحت.
او على اول مستوى من تحت لو انت حباه مقرمش قوي. لو انت حباه وسط بتحطيه على ارضية الفرن. هدهنه بقى كله بالشكل ده وادخله الفرن، وبعد كده نشوفه معانا. كنت حشيت هنا السندوتشات اللي كانت باقية او العيش اللي كان باقي، وهبدأ بقى احطهم في الطبق اللي هو السرفيس ده. تمام كده. طبعا بقى همسكه الفه كويس جدا بالاسترتش راب علشان يعني ما فيش اي تلج يدخله او اي ميه تدخله تبوش لي العيش ده. زي ما قلت لكم يعني في اول الفيديو ان هو التلج ممكن يبوش العيش بتاعه. تمام كده. كنت قليت بقى بطاطس معاه. قطعت العيش اللي هو الاسمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وزينته كده بالكاتشب. وجبت برضو المايونيز حطيت عليه شوية كده. هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وصفة سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش مننا اي وقت. طبعا الملح كان مظبوط فيها جدا، المعلقة دي مظبوطة للكيلو اللحمة. وكان ولا هو سبايسي قوي ولا هو بارد قوي. كان طعمه جميل جدا. انا ببقى لما بعمل يعني حواوشي قبل كده كنت بضيف له معلقة طحينة، بس ما كانش عندي في الوقت ده. طبعا معلقة الطحينة بتخليه متماسك جوه الرغيف، ما بتخلوش الحشوة سايبة من بعضها كده. الحواوشي من الاكلات السهلة والسريعة، وان شاء الله مكملين الوصفات السريعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة نوتيلا وموتزاريلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.